دار الإذاعة، ونحن في إذاعة ساهرون سعداء إنه ننتقل عبر في للي بيحركوا إذاعة ساهرون، واللي بالأصوات اللي بنسمعها دائما من خلال 99.6 الإذاعة، ووراها أكيد مجموعة من الكوادر اللي التقيناهم من خلال الإذاعة، وسعيدين إنه اليوم نتعرف على صوت بنسمعه من خلال الإذاعة، وفي نفس الوقت هو يعتبر نحلة من الداخل. أنا حقيقة قبل ما أقدم الزول ده كنت متوقف أقدمه سعادة الملازم مذيع ولا المذيع ملازم أول ولا ما فهمت الحاصل شنو. على العموم سعيدين أن نلتقي بالأستاذة نسرين يوسف إبراهيم، ملازم أول وفي نفس الوقت المكتب التنفيذي للإذاعة ومذيعة ومقدمة برامج. يمكن قدمي بياتنا نسرين ذاته. اولا اهلا بك الواثق بكل المشاهدين الكرام، انا برحب بهم كثير عبر قناه ام درمان اليوم التحيه، واهلا بكم في اذاعه ساهرون 99.6. يعني انت بترتاح له ممكن تقدم لي وانا ما عندي اي مشكله. انا لغايه اول مره اشوف ليه مذيعه بطبنجه، يعني دي جديده بالمناسبه يعني هسه المشاهدين شايفين ان انا ما شايله طبنجه لسه بدري على الموضوع. طيب يعني نسرين والاذاعه، اول حاجه نضيف في نسرين واللي بتقدمه من خلال اذاعه ساهرون. شوف يا رؤساء، يعني انا بحب الاذاعه دي من بدري جدا. نعم. يعني دي حاجه شتها من ابوي، انه ابوي بيسمع الاذاعه، انا بحب اسمع الاذاعه. يعني حكايه انه انا لازم مثلا اكون مذيعه وانا اشتغل في الاذاعه او كده بقى لي هاجس يعني. فالمهم الامور مشت وكده. انت ما سالتني طبعا انه انا جيت كيف الاذاعه، انت سالتني انه نسرين والاذاعه. انا جايك لانه انت قلت بتحبي الاذاعه ومن صغيره بتتابع الاذاعه، فانا زايد اجي في المحطه دي يعني. طيب الان خلينا كل شنو واللي جابك ثاني الاذاعه شنو؟ طيب كلية الشرطة يعني احنا خريجين ثانويين من كلية الشرطة. من الثانوي دخلنا الكلية طوالي. الكلية فيها تخصصين، كان فيها قانون اللي هو كلية الشرطة والقانون، وفيها تمريض عالي. التمريض العالي كان بيقروا 4 سنين وبيتخرجوا قانون دبلوم، يعني بكلاس تمريض عالي ودبلوم قانون. فأنا دخلت الكلية دبلوم بتاع قانون وبكالوريوس تمريض عالي، يعني قعدنا 4 سنين في الكلية الاثنين مع بعض. نعم. فاتخرجنا على كده اتخرجنا 2009. اتخرجنا والمهم يعني بقت الحياة طبيعية، انه ممكن يكون في الخيار، يعني انه انت ممكن تشتغل شرطة عامة او تشتغل تمريض عالي اللي هو تخصصك وكذا. فانا كنت بشتغل البرامج الاعلامية لجامعة الرباط لما كنا في الكلية، وكنت بشتغل مثلا برامج مستشفى شرطة اللي هي الإدارة العامة للخدمات الطبية. وبكده كان الإذاعة يعني تم افتتاحها لها كم شهر، فنشاطي تدريجيا اتحول للاذاعه يعني انت الاثنين ما شاء الله عليك، بتدي حقنه وبتدي طلقه. والله الحين في لك نترجع بالضروريات. طيب الجو الاذاعي يعني دائما يعني العمل الاذاعي هو عمل انا ما عاوز اقول يتسم بلطف احيانا او يتسم بانك انت تقدم المفردة الانيقه. نعم. وفي نفس الوقت انت جامعه بين اثنين، بين الشرطه في التدريب القاسي، وكذلك في نفس الوقت وفي نفس الوقت التقديم الاذاعي اللي بيعتمد على كيف الموازنه جمعت ما بين الاثنين يعني. طيب يعني انا دايره اقول لك انه التدريب القاسي اللي انت قاصده في الشرطه، يعني تحديدا قاصد انه مثلا فتره تدريب دخولك صعب صعب يعني شويه على انه عليكم يعني، ما علينا اكيد. طيب شوف التدريب ده هي مرحله وبتمر. نعم. يعني زول انتسب لقوات الشرطه في فتره من الفترات بيمر بمرحله انه هو بيتدرب اللي هو فتره الكليه، فتره كومباين كده. يعني في كل التدريبات مثلا تدريبات رياضيه او غيره من التدريبات اللي بتاهلك انك تكون ضابط شرطه. بعدين لما تمشي للحياه العمليه، يعني الناس تخصصات واختلافات. في الشخص اللي ممكن تدريبه لا زال هو يكون متواصل معاه، وفي الشخص الاخر التدريب مثلا وقت الاحتياج، ما هي انت جرعه اخذتها عشان تلقاها في وقت من الاوقات. نعم. يعني نعم. ضابط الشرطه عموما كده انا عاوز اجيك للاذاعه، لكن برضه ده في مجموعه من علامات الاستفهام ثاني ممكن تكون باقيه، وبالمناسبه دي فرصه نلقاها كويسه جدا انه الليله يا ثروت ويا انس نلقى لنا فرصه بتاع ضابط الشرطه. ما في مشكله. على فكره يعني ضابط الشرطه ده يخيل لي يعني مثلا البنات عموما ممكن يعني الحياه معروفه انه يمروا بحياتهم، انا ما اقدر اقول يتزوجوا، لكن في حاجه قبل الزواج عارفاش طبعا يحبوا كده، لكن ضابط الشرطه شويه كده ممكن الناس تخوف منه يعني هسه مشاغله ما يشاغلوا يعني. ده طبعا لموقف قديم مرة بيك يعني. احتمال الحاجة دي انعكست من موقف انت قلته او حاجة هي ورت بيك، لكن انا اقول لك ان هي يعني ضابط الشرطة مرأة
زيها وزي كل مرأة تتمتع بكل حقوقها، حاجة طبيعية جدا إنها هي تكون يعني ست بيت، وإنها هي تكون زولا بتحب، وإنها هي تكون زولا عندها يعني انا داري اعرف ضابط الشرطه. هسه انت ولابسه الزي اكيد ما في زول بيشغلك، لكن انت مثلا ممكن تكوني ما لابسه الزي ده تتعرض للمشاغله، ويا ويل لو اكتشف كمان ضابط شرطه. تبقى مشكلة. ده طبعا بنسأل زول خبير في الحاجة دي أول عارف الموضوع ده اللي هو أنت يعني ممكن توريني ردة فعلك. انا طبعا يعني دار اقول انه لذلك حكيت لها موقف هي وقامت استغلته الان نعم. اللي هو الموقف الخاص بانه تقول ده شاغل واحده تطلع شنو ضابط شرطه. مش نرجع الموقف ده ما انا يعني صاحبي كذا او حاجه بالشكل ده ممكن يكون، لكن عاوز ارجع ل اقول الملازم اول ولا اقول المذيعه ولا اقول شنو؟ كويس معك. البريحك البريحك بريحني. ملازم اول مع الطبنجه ولا بدون الطبنجه؟ والله احنا سمحت لنا للطبنجة لسه يعني. ما احتاجنا لكن يمكن نحتاج لها. تحديد واحتمال. واضح على الهواء مباشره. الميكروفون ووجودك خلف الميكروفون، واكيد نسرين استمعت لاصوات اذاعيه، وانت ذكرتي في بدايه حياتك كان في استماع جيد جدا للاذاعه، ده اكيد معناه انت استمعتي لمجموعه من الاصوات في نعم. الرعيل الاول او في نعم. الجيل الاول، ظلت باقيه عند نسرين، كونت ممكن تكون عندها الخبره، كونت عندها حبها للعمل الاذاعي والتلفزيوني. ما انه انا عندي راي المفروض تمشي التلفزيون من الاذاعه، ده ما غزل صريع على الهواء. طيب. ناخذ للي بعدين. انا ما اعلق، اخلي الفرصه للحبيبي ولا نمشي التلفزيون. فعاوزين نعرف منو من البواكير سماعك للاذاعه انت استمعتي لهم وحبيتيهم، وشخصيات ممكن تكون ظلت باقيه في وجدان نسرين. طيب انا اقول لك يعني احتمال انا اللي استمعت لهم يعني فتره عمري كنت أعد جدا من الناس اللي هم موجودين، ومن الناس رحمه الله عليهم يعني. ده ما انا كبيره في العمر، لكن على قدر السنين اللي انا استمعت للاذاعه. كلامك اللي قبلتي من الستينات. يعني الستينات ممكن نزيد شويه لورا ما في مشكله. فيعني انا كنت من الناس اللي بيحبوا اسمع صالة فنون. زمان صالة فنون كان بتشكل فينا حاجة جميلة، بالذات يعني أستاذ أديب طبعا عرفته متأخر، يعني إنه هو طبعا إنه مثلا هو اللي بيجهز الحاجات دي وبيعدها وكده، وإنه كيف الشغل بتاع الدراما والأصوات المختلفة، يعني الحاجة دي كنت بحبها جدا، كان بحس بها متميزة. يعني أم درمان تحديدا كنت بسمع لأم درمان كثير، أو في وقت المهم مثلا كان في أم درمان يعني. نعم. فاحتمال أقول لك إنه أي صوت أنا أثر فيني، أي صوت أنا حبيته، أي غامة انا حسيت انه هي ممكن انا اخذ منها، وطلعت ما هو اصلا الناس بتاخذ منهم وانت بتاخذ منهم حاجه. نعم. فالاسماء انا ما اقدر احدد اسماء بعينها، لانه عشان انت تصل محل معين ممكن يكون في كميه من الناس هم اثروا فيك. نعم. فاذا انت ذكرت زول وخليت اخر، يعني انت بس في روحك بتحس انه انت ممكن تكون قصرت اتجاهه او كده. نعم. لكن في ساهرون احنا جينا لقينا طارق كابيلو. فطارق كابيلو كان من الشخصيات المدانه جدا، يعني ما قصر معانا اصلا في حاجه في يوم من الايام، يعني وقت ما احنا كنا نحتاج له كنا بنلقاه. نعم. ما حاسه انه الرتبه تكون قيدتك شخصيه تجاه العمل الاعلامي والاذاعي؟ لانه نعلم تماما انه سهل جدا الانسان انه يتنقل كاعلامي من جهاز من مكان لاخر، لكن ما حاسه انه الرتبه وزي الشرطه ممكن يكون وقفك في محطه واحده، ما تديك المساحه لانك تتنقلي في اذاعات مختلفه، تاخذي خبرات مختلفه في قنوات مختلفه. طيب لا تقدري تقولي صراحه. لا يعني ممكن اقول لك بصراحه جدا ما في مشكله. النجمتين دول ممكن ينقصوا. طيب يعني انا ما حسيت بالحاجه دي صراحه، لانه احنا شويه هنا عندنا المجالات مفتوحه، يعني حتى من خلال ادارتنا عندنا برامجنا الثانيه، مثلا عندنا برنامج في تلفزيون السودان، في القومي، في تلفزيون الخرطوم، في غيره من القنوات الثانيه. نعم. يعني ممكن يكون الشرطه لها وجود، فاحنا ما بنبعد كثير، يعني حتى لو كانت اي رسالتنا مثلا توعويه او ارشاديه او غيره او كده، هو ده المحتاج، في النهايه انت بتلقاه محتاج المواطن. فاذا انا جيت بالزي الرسمي او اذا انا جيت بالزي المدني، بحيث انه انا وصلت الرساله دي يعني. نعم. طيب نسرين لا الواسط تقدم على غلبتك انا. لا والله بس انا عاوز ارتب افكاري واقول لك، هو مش ترتيب افكار انما ترتيب لشخصيه نسرين من خلال عطائها، اذا كان ما بين الشرطه وما بين المدنيه. خلينا نخش الاستوديو. والشرطه معروف انه مثلا او خلينا نقول النداء العسكري عموما، يعني حكايه كما كنت وعسكريه يعني. وانت داخله الاستوديو تستخدم الحاجات دي ولا بعيد كل البعد؟ يلا الاستوديو ده مع عالم ثاني، انت بتكون عارفه براك يعني. تتجردوا فيها من الرتب؟ يعني انت لما تخش الاستوديو خلاص يعني بتفصل روحك من العالم الثاني تماما.
بتخش ما عليه جاوبت انه بتجردوا من الرتب؟ من اي ناحيه؟ يعني مثلا نسرين مذيعة دخلت عشان تعمل حوار مع ليو مهم. على احنا الهواء. بنوصل رسالتنا. نعم. هل يعني ممكن يتطلب شو عملك كمذيعة انك تكوني حادة في بعض الامور، او هل ده ممكن يؤثر عليك انه ده لواء وانت ملازمة؟ طيب احنا في من اجل انه نوصل الرساله بيكون في حاجات معينه انت لازم تقول، يعني اي مذيع او اي شخص هو بحاول له في اخر اكيد هو ما بيقدر يتطاول اذا ما كانت الحاجه هي حقيقه. نعم. فبيبقى الموضوع في شنو؟ في انه في ادب عسكري وفي احترام عسكري، دي اي حاجات معروفه. لكن لما يبقى في انه هو مثلا سؤال اعلامي هو حقيقه لازم تتقال، فانت بتطرح سؤالك وبعدين الخيار بيكون موجود في انه الرد يكون لغاية كيف الآن ما قلت لنا الحالة الاجتماعية. طبعا حاله جميله جدا. سكتي. عايز اجابه يعني؟ نكتفي بالضحكة؟ لا تمام. لا احنا حابين نعرف الحالة الاجتماعية لأنه هي حتدخلنا لأسئلة ثانية ولباب آخر. طيب انا الحاله الاجتماعيه امشي لاسرتي طوالي، انا شايفه انه انا امشي لاسرتي طوالي حاجه ظريفه شديد. نعم. يعني انا صغيره دول في بيتنا، احنا 5 اخوات وولد واحد، امي وابوي ربنا يخليهم لي موجودين بصحه وعافيه. ربنا ف... يديك الصحة والعافية. فانا موجوده في بيت ابوي يعني. موجودة دي يعني وأنا يعني الأمور واضحة. شديد. طيب أنا عاوز أقول أنا عاوز أقوله لأنه بالمناسبة حالتك الاجتماعية بتلعب دور كبير جدا في عطائك داخل طبعا الإذاعة. طبعا. فإذا كنت شخص متزوج أكيد ده بيؤثر وبيكون عليك التزامات. إذا كنت شخص برضه والله بالمناسبة لو الزول مخطوب ممكن يكون بيحتاج لوقت آخر ولا شنو؟ طبعا أي. اكيد. دي برضه ما في؟ نمشي لواحدة ثانية. انا متفرغه جدا للاذاعه. انا عجبتني، انا متفرغه جدا للاذاعه. كويس. طيب الطموح الموجود عندك في العمل الاذاعي والعمل التلفزيوني والعمل انا بالك في الكواليس يمكن انت سمعتي قلتي لي والله انا بحب العمل الاذاعي اكثر. نعم. ما حاولتي يعني تتوجهي برضه للعمل التلفزيوني او الشرطه مثل ما عملت اذاعه ممكن في يوم من الايام يكون عندها قناه تلفزيونيه تستوعب كذلك الرساله الاعلاميه الخاصه بالشرطه؟ طبعا في حد الشرطة ذاته إن هي قصة إنه تكون في قناة تلفزيونية، هي مشروع قائم يعني ومن فترة طويلة. الآن في استديوهات بتخص وزارة الداخلية على أساس إن هي في يوم من الأيام تصبح قناة. لكن على الصعيد الشخصي إنه أنا كنت بشتغل برنامج ساهرون اللي هو على التلفزيون القومي، كنت بشتغل فيه فقرات معينة، لكن وقفت لفترة وتاني بديت أرجع فيه. يعني طموحي إنه أشتغل شغل التلفزيوني والإذاعة الاثنين مع بعض. في فترة من الفترات ما معروف هي تكون 200. يعني أحاول أحس إنه أنا أرضيت مثلا الحاجة اللي أنا بحبها في الإعلام، إنه أنا أنجز حاجة في الإعلام يعني. نعم. أنا عاوز أطلع من كل اللي نحن بنقول فيه. أنت لسه ما طرحت يعني؟ وداير لحظة كده بتاعت مع الكاميرا مباشرة ونسمع قصيدة. شكل الطبنجة حتطلع. طيب احنا نبدا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وانتم داخل اذاعه ساهرون. كثيرا بزميل الواسق. اهلا ومرحبا بك. والله ما بقول لك قصيدة. أنا سعدت جدا نسرين يوسف إبراهيم، وأنا قصدت أقول نسرين يوسف إبراهيم لأنه لغاية الآن من بداية الحوار ولغاية نهايته ما عرفت أقول الملازم نسرين ولا أقول المذيعة نسرين. لكن دعونا نقول إن للشرطة إبداع مثل ما هو موجود في كثير من الحركات الإبداعية في السودان. والوجه الآخر لضابط شرطة أيضا لا يوقف الإبداع ولا محيط الإبداع ولا يوقف نبع الإبداع. هذا ظهر جليا يمكن في لقائنا مع نسرين. وكلمة أخيرة نسرين ونداء أخير من خلال قناة الحرية والجمال. لكم كل الشكر. أنا بشكركم جدا لوجودكم معنا اليوم، وصراحة نورتونا. بشكر كل المشاهدين الكرام، ونتمنى أنهم دائما يتابعوا لنا عبر إذاعة كل الناس 99.6 لأن هي إذاعتهم. شكرا جزيلا. متواصلين مع إذاعة ساهرون من دار الإذاعة. ننتقل لفقرة أخرى أو دعونا ننتقل لمساحة أخرى من دار الإذاعة.